في البداية استمع السيد الفريق أول سعيد شنقريحة للنشيد الوطني. وبعد مراسم الاستقبال وقف بمدخل مقر قيادة الناحية العسكرية الثالثة وقفة ترحم على روح الشهيد البطل مصطفى بن بلعيد الذي يحمل مقر الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار. عقب ذلك قام سيد الفريق أول سعيد شنقريحة بتفتيش مربعات إطارات ومستخدمي الناحية المصطفى بساحة العلم. ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة خلفا للواء مصطفى اسماعيلي. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 نوفمبر 2024، ونصب رسميا اللواء نصر الدين فضيل قائدا للناحية العسكرية الثالثة خلفا للواء مصطفى اسماعيلي. وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحية شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة. ليشرف السيد الفريق أول بعدها على مراسم تسليم العلم الوطني والتصديق على محضر تسليم واستلام السلطة.